بيبدأ الأنمي بفريق كرة السلة اللي بيلعبوا في النهائيات بتاعة المدارس. المباراة كانت مشتعلة جدا بين الفريقين، وكل واحد بيحاول يدي أكتر ما عنده، والحمد لله فريق بطلنا فاز في المباراة. بطلنا بقى اللي جاب الهدف اسمه كويتشي. هتعرفوا كل حاجة في وقتها. كويتشي بيكون سرحان في الحاجات اللي وراه، الامتحانات وكل حاجة تانية في حياته، بس كله كوم وحب للبنت اللي بيكراش عليها من زمان كوم تاني، خصوصا بقى ان هي وقعت على الكورة بتاعته بعد المباراة. كويتشي فكر فعلا انه يروح ويصارحها بحبه. وسط كل ده كويتشي بيسمع صوت من اللامكان، والصوت ده بيقوله اخيرا لقيتها. في نفس اللحظة دي ضوء بيطلع من السرير بتاعه وبينقله لزمن تاني خالص. بطلنا كويتشي بيكون مفزوع جدا من اللي شافه. بيجي عليه راجل عملاق جدا وبيقرب على كويتشي. الراجل ده بيقوله اهلا بيك في مدينة العمالقة. بعدها بيقرب المجنون ده على كويتشي وبيقوله انت الزوجة المقدرة لي، وبيقوله انه لازم يتحدوا مع بعض ويحكموا مدينة العمالقة. كويتشي بيقول للعملاق ده ابعد عني فورا، مجنون انت ولا ايه؟ وبياخده على الأوضة. بيحكي له العملاق ان إلههم العظيم خلق 3 مخلوقات. النسل الأول هم الأقزام اللي حط فيهم روح المغامرة والشغل. النسل التاني هم الوحوش، كل اللي بيعملوه في حياتهم إرضاء شهواتهم ورغباتهم. النسل الأخير بقى هو العمالقة، واللي بيحكموا كل حاجة وعايشين في قصور ورخاء وازدهار. الإله بتاعهم بقى فرض على العمالقة التكاثر من بعض علشان يكتروا ويحكموا البلاد طول الأزمنة. بس واحد من الأمراء ارتكب خطأ كبير جدا، وحط الإله لعنة عليه علشان يكون ممنوع من الجواز نهائيا من بني جنسه. بالرغم من انه كان خاطب، تم فك عقد الخطوبة واتمنع تماما من الجواز. لكن الأمير ده قرر ما يستسلمش خالص. راح لساحرة مبغوضة وشريرة على أمل إنها تستدعي مخلوق من زمن تاني وبني جنس مختلف علشان يعرف يتجوزه ويكمل النسل بتاع العمالقة، مع إن تعويذة الاستدعاء دي منفية للأبد، ولو الإله بتاعهم عرف اللي هم بيحاولوا يعملوه هتكون العواقب وخيمة جدا. مش بس كده، الأمير كمان واجه صعوبة كبيرة جدا على ما أتقن التعويذة دي، وبمساعدة الساحرة قدر الأمير ده استدعاء زوجته من نسل البشر. وهنا جت زوجة الأمير البشرية بعد تعويذة الاستدعاء. بس بدل ما التعويذة تجيب له بنت جميلة يتجوزها، جابت له كويتشي. الساحرة دي شكلها نصابة ولا ايه؟ العملاق بقى اللي واقف ده هو الأمير كايوسي. بيرحب بكويتشي وبيقول له أهلا بيك، أخيرا عثرت عليك يا أميرتي. استنى بس كده، صحيح إن التعويذة فعلا استدعت كائن بشري بس ولد؟ إزاي يعني كويتشي يكون زوجة الأمير؟ كويتشي بدأ يعيط بصوت عالي لأنه حس إن حياته خلاص انتهت على كده، ومستحيل هيعرف يرجع تاني لعيلته ولمدرسته. إيه المصيبة اللي اتحطت على دماغه دي؟ الأمير كايوسي بيقوله تمام، هنعمل اتفاق، انت هتفضل في ضيافتي لمدة شهر، ولو معجبكش الضيافة بتاعتنا في القصر كايوسي هيلاقي تعويذة ترجعه لبيته زي ما جابه. كويتشي بيقوله لا طبعا، ولا حتى يوم واحد. بس الأمير كايوسي بيفهمه ان الاتفاق ده احسن حاجة ممكن يعملها دلوقتي، لانه كده او كده محدش هيفرض عليه حاجة. بس اول ما يتم الشهر كويتشي لوحده بس هو اللي هيقرر اذا كان عايز يرجع او يكمل معاه. ربنا يصبرك والله يا ابني. المهم كويتشي خرج بره علشان يستكشف المكان، وهو مفزوع جدا جدا من البلاد دي. لاحظ ان الناس هنا ما بتعملش غير 3 حاجات: الزراعة والاختراع وانجاب الاطفال. اهم حاجة عندهم هو انجاب الاطفال، علشان كده الامير كايوسي عمل التعويذة دي. بيبدأ الامير يفرج كويتشي على القصر. كويتشي كان عارف ان الامير بيعمل كل ده علشان اللعنة اللي صابته، يعني لو الساحرة كانت استدعت اي حد تاني الامير برضو كان هيعامله بكل لطف. في نفس الوقت اللي كويتشي كان عمال يفكر فيه كده، الامير كايوسي لمح بنت من بعيد وجري عليها وحضنها فورا. ايوه زي ما انتوا توقعتوا، دي خطيبة الامير اللي كانوا المفروض يتجوزوا بعض. الامير بيعمل حفلة كبيرة علشان يعرف الناس على كويتشي وكان ملبسه ملابس عروسة. مش قادرة اصدق
كويتشي يتحمل كل ده ليه؟ المهم أثناء الحفل كويتشي بيعجبه جدا المشروب اللي بيوزعوه على الحضور، وفي نص الحفل كده خطيبة الأمير القديمة بتدخل الحفلة، وكانت الناس بيتضايقوا جدا من جرأتها، خصوصا بعد ما اتلعنوا هما الاتنين بإنهم ما يتجوزوش بعض ولا حتى أي حد تاني من بني جنس العمالقة. الأمير بيزعق للحضور وبيكون متضايق جدا من الطريقة اللي بيتكلموا بيها مع خطيبته القديمة. الناس بتعتذر وكلهم بيكملوا شرب عادي. حد بيبلغ الأمير إن في ضيف مهم عايزه. الأمير كايوسي بيروح وبيستأذن منهم، بعدها بتروح علشان تتكلم مع كويتشي. بيخلص الأمير وبيروح يدور على كويتشي وبيهدد خطيبته إنها لو زعلته أو جرحت مشاعره مش هيسامحها ومش هيعفو عنها أبدا. خطيبته بتقوله إنها كانت عايزة كويتشي يخلي باله كويس من الأمير ومن المملكة. كويتشي بيرتاح جدا لأنه كان مفكر إن هي زعلانة أو بتحقد عليه لأنه الأمير ما نفعش يتجوزها. بعدها بتتمنى لهم الحظ السعيد في الحكم مع بعض وبتمشي وبتسيبهم. بس قبل انتهاء الحفل الأمير بيسأل كويتشي إذا كان لسه خايف منه ولا لأ. في الحقيقة بقى لحد دلوقتي ما شافش أي حاجة وحشة من الأمير، ومع انتهاء الحفل كل حاجة بتمشي على ما يرام والناس كلها بتودعهم، لحد ما كويتشي فجأة بيقع من طوله على الأرض على طول. كويتشي بيشوف كابوس إن أهله سابوا البيت وراحوا في رحلة عمل بعيد عن البيت. وقتها بيمرض جدا وخلاص على وشك الموت، وبيحاول يستنجد بحد علشان يلحقه، وبيصحى مفزوع على صوت الأمير وهو بينادي باسمه. الأمير بيقوله إن العصير اللي شربه أثناء الحفل كان مصنوع من مادة سامة. في العادي السم بتاع المادة دي مش بيأثر فيهم لأنهم عمالقة ومناعتهم أكبر بكتير من البشر، أما عن كويتشي فهو جسمه أصغر بكتير والسم أثر فيه بنسبة كبيرة جدا. المصيبة بقى ان المرض ده عمره ما حصل قبل كده، يعني ما يعرفوش علاجه اصلا. املهم الوحيد هو انهم يلاقوا الثمرة اللي بتشفي اي مرض عندهم. ما يعرفوش اذا كانت ممكن تساعد كويتشي ولا لا، بس هي دي املهم الوحيد. المصيبة الاكبر بقى انها ثمرة نادرة جدا، والمكان اللي بتنمو فيه خطير قوي وكمان مليان بالوحوش المستذئبة. ده غير ان القرية اللي فيها الثمرة من اخطر الاماكن في البلاد. كل ده ما بيكونش فارق مع الأمير وبيقرر يروح على أي حال، بس كويتشي بيقول للأمير إنه عايز يجي معاه. الأمير بيرفض جدا وبيقول إن بلاد الوحوش خطيرة جدا عليه لأن القتل والسلب عندهم أمر طبيعي. بس كويتشي بيترجى الأمير إنه ما يسيبوش لوحده وياخده معاه، وبيوعده إن هو هيسمع كل كلامه بالحرف. وفعلا بيوصلوا لمدينة الوحوش. الناس هناك بتكون عاملة زي الحيوانات اللي إحنا نعرفها. بعد ما الأمير جمع كل المعلومات اللي هم عايزين يعرفوها عن الثمرة، قرروا يستخبوا في فندق كده في مكان هادي طول الليل. بس الأمير اكتشف إن عند اكتمال القمر في منتصف الليل المرض هيشتد جدا على كويتشي وهيكون صعب جدا في السيطرة عليه لأن السم هينتشر أكتر في فترة الليل. وفعلا كويتشي بيوصل لأقصى مراحل الألم، وعلشان كده الأمير بيقرر يتحرك بسرعة. اليوم اللي بعده بقى كويتشي بيكون مرهق جدا والسم بدأ أثاره في الظهور عليه. بالرغم من إنه تعبان إلا إنه كان رافض إنه يخلي الأمير يروح لوحده علشان يدور على الثمرة، علشان ما يحصلوش أي مشكلة أو يفقد حياته. وأخيرا 2 وحوش بيقربوا من الأمير وبيقولوا له إن هم عارفين مكان الثمرة اللي عايزينها، بس أكيد طبعا كل ده مش بالمجان. الحيوان الأصفر ده اللي أنا معرفش بصراحة ده إيه، ممكن يكون نمر ولا إيه، قولولي رأيكم في الكومنتات. المهم يعني بيعرف نفسه إنه هو تاجر، وبيقولوا إنه يعرف كل حاجة ليها علاقة بالأدوية والعلاج. التاجر ده بيقرر يجيب لهم الثمرة، بس الأول عايز يعرف هم عايزينها في إيه. الأمير بيقول إن أخوه الصغير من نسل الأقزام اتسمى بمشروب العمالقة المشهور وعايزين ينقذوه بسرعة، وبيعرض الأمير عليهم فلوس كتيرة جدا، وده بيخلي التاجر يوافق على طول بدون تردد. التاجر بيديهم عنوان معين وبيقول لهم إن استخلاص الثمرة دي هتاخد يوم كامل، وبكرة بالليل لازم يروحوا على العنوان ده وهيلاقوا الثمرة جاهزة هناك. بيرجعوا للفندق وكويتشي بيقدر جدا المجهود والوقت والفلوس اللي الأمير عملها علشانه. وبتيجي الليلة المحددة والأمير بيطلب من كويتشي إنه يرتاح عقبال ما يروح يجيب الثمرة ويجي. كويتشي بيكون في حالة صعبة جدا من انتشار السم، وفي عز الليل مساعد التاجر بيقتحم غرفة الفندق ويسرق متعلقاتهم وفلوسهم. كويتشي بيقرر يهجم عليه ويحاول يرجع متعلقات الأمير. مالك الفندق بيسمع الدوشة دي فبيضطر مساعد التاجر إنه يخطف كويتشي ويهرب بسرعة. الأمير راح للعنوان المطلوب وطلع فخ كبير من التاجر اللي عايز يموت العملاق
ويبيع جثته لأنها هتكون أكتر صفقة مربحة عملها في حياته. بس بصراحة ده غباء منه، معروف إن العمالقة قوتهم البدنية كبيرة جدا وضخمة، وأكيد الأمير بيخلص عليهم كلهم. الذئب ده بيحتجز كويتشي في مكان معزول، وبيقول لكويتشي تلاقي صديقك العملاق ده اتقطع 100 حتة وهيتم عرضه في مزاد بكرة. في نفس الوقت كويتشي بدأ يدخل في حالة جنون بسبب انتشار السم في جسمه كله، بيشوف ان هو السبب في موت ابوه وهو اللي موت الامير كمان. وفي حالة الهستيريا دي بيبدأ الذئب المقرف ده بالتعدي على كويتشي بطريقة مقرفة. كويتشي مش بيكون عارف يعمل ايه علشان يهرب من الموقف الصعب ده، بس لما بيصرخ بصوت عالي وينادي على الامير، لحسن الحظ الامير كان مغطي كويتشي بالثوب بتاعه اللي مربوط روحانيا بالامير، يعني كأنه GPS كده. وعلى طول بيجي الأمير وهو دمه حامي جدا وبيرمي الذئب كأنه كرة قدم بالظبط. كويتشي بيفرح جدا الأمير وصل وهو بخير وما ماتش ولا حاجة. الأمير بيروح بقى علشان يطلع غضبه كله في الذئب وينتقم من اللي عمله في كويتشي. ولما خلاص الأمير بيكون على وشك إن هو يقضي على الذئب، كويتشي بيجري عليه وبيطلب منه ما يموتوش ويسيبه يعيش. كويتشي مسالم جدا ومستحيل يخلي أي حد يموت بسببه. الذئب ما بيصدق كده وبيقول الأمير إنه عايز يكفر عن خطأه، وبيقول لهم على مكان الثمرة اللي هم عايزينها فوق هناك في قمة الجبل، وبيقول كمان إن المشوار كله ياخد ساعة بالكتير. الأمير بيقول له في نص ساعة تجري جري علشان تجيب الثمرة، ولو ما جيتش في الوقت المناسب هيجي وراه ويقتله، وحط عليه سحر التتبع علشان لو هرب يجيبه في ثواني. وفعلا بيجري جري لقمة الجبل، بس للأسف كويتشي بيكون روحه عمالة تطلع منه وبيموت بالبطيء، وبيطلب من الأمير يرجع جثته لأهله لما يموت علشان يدفنوه. بس الحمد لله الذئب بيجي في وقت مناسب وقياسي جدا، وعلى طول بيحدف الثمرة للأمير، وفعلا مفعولها بيكون قوي جدا، وبنشوف الأمير وكويتشي وهو بأحسن حال. ودلوقتي بقى الإجابة اللي كلنا مستنيينها. كويتشي بيكون اتعرف على ناس وشاف حاجات عمره ما كان متخيل إن هو هيشوفها، وكمان حنان الأمير وخوفه عليه بيكون أول حد يحبه كده من بعد والدته. الأمير بيمسك إيديه وبيقوله القرار اللي انت هتقول عليه هو اللي هيتنفذ، وبس كده. ما نعرفش كويتشي اختار البقاء ولا رجع لأهله. اتقهروا معايا، أنا مش هتقهر لوحدي. بيكون في لعبة جديدة مشهورة جدا، وهي عبارة عن قتال بين اللاعب وملك الشياطين والأحداث اللي بتدور ما بينهم. واللعبة دي بتكون مشهورة جدا، ومعظم الناس بتكون كارهة ملك الشياطين لأنه شرير وكده. غوزو هو راجل عصابات خطير، ومفيش غيره بيكون متعلق جدا بشخصية ملك الشياطين في اللعبة، بس للأسف بيتورط مع عصابة خطيرة جدا، وفي الآخر بيموت على إيد من واحد من العصابة، وبعدها بيفقد الوعي تماما. ولما بيفوق بيفتح عينيه وبيلاقي نفسه في مكان مألوف جدا، والملابس اللي عليه والزمن اللي هو فيه عارف كويس إنه تخيل بالمكان ده قبل كده. بيلاقي راجل ومراته وبيقولوا له إن هو لازم ينفذ الخطة بتاعتهم النهاردة، والخطة دي هي إنه يقتل ابنهم الصغير اللي بيسموه بملك الشياطين. معقول الكلام ده؟ أيوة، غوزو كده افتكر كويس هو فين. دي رواية اللعبة اللي مكسرة الدنيا وليها محبين كتير، وبيدخل عليهم ولد، وأول ما غوزو بيشوفه بيعرف على طول إنه ملك الشياطين لما كان صغير، بالظبط زي الرواية لما بدأت في اللعبة. بس بيكون وجهه بريء جدا، بيعتذر من أبوه وأمه إنه ساب أوضته، بس شاف راجل غريب وكان عايز يطمن عليهم. غوزو بيعرف على طول إنه هو ده ملك الشياطين، وبيكون فرحان جدا إنه شايفه، بس الولد بيتوتر جدا، وده بيسبب إن قوته تتسرب وتسعى غوزو. ملك الشياطين بيكون خطير جدا لدرجة ان امه وابوه بنفسهم بيخافوا منه، بس هو بيعتذر جدا عن اللي عمله بدون قصد. ثواني كده، غوزو عارف رواية اللعبة دي كويس قوي. غوزو دلوقتي متجسد في دور الحارس الشخصي لملك الشياطين اللي اهله دافعين ليه في السر علشان يقتل ابنهم. الأم والأب بيبعتوا ورقة طلبات مع ابنهم على أساس يروح يجيبها وكده، بس الغرض من كل ده إن غوزو يستدرجه للغابة علشان يقتله. بيقطع حبل تفكير غوزو لما ملك الشياطين بيعتذر له عن اللي حصل في البيت، وبيقوله إنه مش عارف يتعامل مع قوته خالص ولا حتى قادر يسيطر عليها. وبيقول كمان إنهم نفوا أوضة صغيرة في بيتهم الكبير ومنعين أي حد يتكلم معاه، حتى هم بنفسهم
بيخافوا منه جدا، وبيقول انه عارف ابوه وامه باعتينه علشان يجيب الطلبات دي، بس هما في الحقيقة جابوا غوزو علشان يقتله. وبيكون عارف بالظبط ان المفروض غوزو يقتله دلوقتي وسط الغابة زي ما الرواية بتقول. وبيحاول ملك الشياطين انه يهجم على غوزو وهو حاسس بغضب كبير جدا من اهله وعايز يقتله من الغضب. لكن اللي بيحصل في الرواية بتاعة اللعبة ان غوزو بينقل القوة ليه علشان يهجم على ملك الشياطين زي ما حصل في الرواية بالظبط. بس غوزو بيقرب عليه وبيقوله ان في حد كمان معاهم في الاتفاق علشان يقتلك، يعني في حد تاني الام والاب برضو عينوه علشان يساعد غوزو في القتل. غوزو بيهجم على الشخص التاني ده وبيقرر انه يغير الرواية خالص، خصوصا ان ملك الشياطين بيحبه جدا في اللعبة وقرر يساعده بدل ما يقتله. غوزو كمان بيقول انه بيكره العالم كله وعايز يساعد ملك الشياطين انه يدمر كل حاجة. المفروض يحصل في اللعبة هو ان ملك الشياطين يقتل غوزو والراجل اللي معاه، لكن بعد ما غوزو قرر يحرف في الرواية بيحس بتعب جسدي كبير جدا. ملك الشياطين بيحاول يستخدم سحره علشان يرفع غوزو ويحاول يجري بيه على اوضته المنفية في البيت. غوزو بيكون بيتألم جدا علشان التحريف اللي عمله في الرواية. ملك الشياطين بيحاول يدور على علاج لغوزو بالسحر، بس الموضوع بيكون صعب جدا. وغوزو كمان بيقوله اقتلني احسن وخلاص، لو ده حصل هنكون ماشيين مع الرواية وهنخلص من الموضوع ده. بس ملك الشياطين بيكون حس لأول مرة ان في حد بيحبه ومش عايز يقتله، علشان كده قرر ما يستسلمش وفعلا بيلاقي علاج بالسحر لغوزو. لكن طبعا الامور مش هتمشي تمام. الاب والام بيدخلوا الاوضه وبيلاقي غوزو وابنهم وبيشتموا ابنهم وبيقولوا له انه وحش ولازم يموت فورا. غوزو بيتعصب جدا وبيزعق للام والاب وبيرميهم بعيد، بس هما بيقولوا ان الطفل ده رمز من رموز الشر والدمار وحاولوا كتير قوي علشان يخلوه كويس، بس ما نفعش معاه اي حاجة خالص. قوته مش مقدور السيطرة عليها نهائي. ملك الشياطين بيسمع كل ده واهله بيقولوا انه لازم يموت في اسرع وقت. غوزو بيتضايق جدا من الكلام ده علشان اهله نفسهم هم اللي بيقولوا كده، يبقى باقي الناس هتقول ايه؟ بس ثانية واحدة، انا اتأثرت جدا بالموضوع ده. يا ترى لو انت كنت مكان الام والاب كنت هتعمل ايه؟ اكتبولي رأيكم في الكومنتات، متشوقة جدا اني اعرف. تعالوا نكمل. بنعرف ان اهل غوزو كمان كانوا كارهينه جدا علشان كده طلع مجرم خطير، بس برضو الام والاب مش فاهمين كل ده وبيقرروا يقتلوه هما الاتنين دلوقتي. وهنا بيجي ملك الشياطين وبيجمع كل طاقته في ايديه وبيقذف البيت كله باكمله. اهالي القرية كلهم بيشوفوا اللي حصل ده وهم مصدومين جدا وبيقرروا يقتلوا ملك الشياطين بالحجارة حتى الموت. وهنا غوزو بياخد ملك الشياطين وبيقرر يهرب بيه على بعيد. ملك الشياطين بيقرر ياخد غوزو على مدينة تانية هو يعرفها بعيد عن أهله ويقدر يستخبى فيها، بس برضو بيكون صعب جدا عليه السيطرة على قوته. العجوز اللي معاهم بيقولوا انه قريته بقالها كتير قوي بتتعرض لهجوم الخفافيش، وكل شوية الخفافيش دي حجمها عمال يكبر. بس أول ما ركب الاتنين دول الخفافيش اللي كانت بتهجم عليهم بقت تخاف وتبعد عن العربية الخشبية بتاعته. شكلهم كده خايفين من سحر ملك الشياطين. المفروض اللي هيحصل في الرواية هو ان ملك الشياطين كان على وشك يدمر العالم كله، بس في 4 محاربين هيتحالفوا مع بعض ويموتوا الملك. الغريب ان اللعبة لسه شغالة حتى مع وجود تحريف فيها. المفروض ان غوزو يموت من زمان. معقولة هما الاتنين ممكن يغيروا اللعبة؟ لكن فجأة كده العربية الخشبية بتقف وبتتعثر. بتكون واقفة قدام العربية بنت جميلة جدا، ولما بتشوف ملك الشياطين بتعرف على طول ان هو ده اللي بعتنها علشانه. البنت بتقول لملك الشياطين تعالى اجري ورايا وحصلني. الملك بدون تردد بيروح وراها. غوزو بيكون عارف من الرواية ان البنت دي اجمل بنت في القرية واهالي قريتها بعتنها علشان تروح تتجوز ملك الشياطين، وفي المقابل هتطلب منه انه ما يأذيش قريتها ابدا. يعني اهل القرية بيضحوا باجمل بنت عندهم علشان سلامتهم. غوزو بيقول للملك انهم يتحركوا ويمشوا لان كل ده تضييع وقت مش اكتر،
لكن غريزة الملك والنص اللي مكتوب في الرواية بتقول إنه لازم هيعجب بيها ويتجوزها. بس الكلام ده بيخلي الملك متعصب جدا، ليه حد يقدم أجمل بنت في قريته ويحرموها من حياتها الطبيعية؟ طب ليه الناس دي كلها خايفة منه مع إنه عمره ما شاف حد أصلا، والقوة دي هو ما اختارش إن هو يتولد بيها؟ والأول مرة ملك الشياطين بيخالف الرواية المكتوبة في اللعبة وبيخلي البنت تهرب وبيوعدها إنه مش هيأذي قريتها مهما حصل وبيتمنى لها حياة سعيدة. البنت بتهرب مع الراجل العجوز وبتكون فرحانة جدا إن حياتها أخيرا رجعت لها. غوزو والملك بيكملوا رحلتهم مشي لحد القرية اللي هيستخبوا فيها، وغوزو بيتعب جدا فالملك بيستخدم سحره علشان يشيله. وهم خلاص داخلين على القرية بيشوفوا خفاش كبير جدا زي كأنه تنين بالظبط. الملك على غير العادة بيتدخل وفي لمح البصر بيموت التنين ده قبل حتى ما يهجم على القرية، وقبل كمان ما واحد من الأبطال الحلفاء يحاول يقتل التنين. اللي مكتوب في الرواية إن البطل هيقتل التنين وملك الشياطين هيصحيه ويرجع التنين للحياة ويسخره لخدمته ويكون واحد من شياطينه. بس الكلام ده واللي بيحصل دلوقتي مش زي اللي مكتوب في الرواية خالص. ده كمان أهالي القرية كلهم بيشكروا ملك الشياطين وبيقدموا له الأكل وأفخم الحاجات تقديرا للي عمله. اسمعوا بقى اللي هيحصل دلوقتي. ملك الشياطين بيروح الحمام وبعدها بيدخل أول بطل من الحلفاء وبيلاقي غوزو قدامه، فبيحسبه ملك الشياطين وبيكلمه بكل وقاحة وبيقوله إنه كان على وشك إنه يقتل التنين والمفروض إن هو اللي يكون بيتقدم له التشكرات والتقديرات دلوقتي، مش ساحر معتوه زيه. لكن أهالي القرية بيقولوا التنانين دايما كانت بتهجم عليهم، مفيش ولا مرة البطل ده قدر يقتل واحد فيهم. غوزو بيقوله إنه هو مهووس جدا بتحقيق النصر علشان الناس تقول عليه كويس وهو البطل وبس. ولما بيكون البطل على وشك إنه يضرب غوزو، الملك بيجي وبيحمي غوزو من الضربة، وخلاص الملك بيستعد علشان يقتل البطل. لكن البطل لما بيشوف بعينه اللي حصل بيعجب جدا بقوة الملك وبيشكره جدا على إنقاذ القرية. ده كمان بيركع تقديرا للملك. كده بقى الرواية كلها اتشقلبت رأسا على عقل. معقول إنك ممكن تموت من عالمنا ده وتدخل في قصة لعبة انت بتحبها وكمان تغير القصة تماما؟ أنا عن نفسي لو حصل لي كده هتكون حاجة جامدة جدا. البطل بيدعو الملك على الاحتفال الأول ليه بسبب إنقاذ القرية من التنانين والوحوش اللي كانت بتهجم عليهم. الأهالي أخيرا حسوا بالأمان. غوزو بيقول للملك إنه حتى في حياته السابقة كانوا بيعملوا احتفالات برضو قبل ما يموت. الملك بيكون مستغرب جدا ومش فاهم أي حاجة خالص من غوزو ده، حتى ما يعرفش عنه أي حاجة غير اسمه بس، ومع ذلك اتعلقوا ببعض جدا. لما غوزو بيعرف إن حتى الشخصيات في اللعبة ممكن يتقلبوا طيبين بيتمنى لو كان حد كويس في حياته قبل ما يموت، وهنا بيقرر إنه يساعد الملك علشان يحموا العالم مش يدمروه. وبس كده بيروحوا المهرجان والناس كلها بتكون مبسوطة وبتضحك، وكل ده بسبب ملك الشياطين. أتمنى فعلا نعرف الرواية الجديدة هتنتهي ازاي، خصوصا بعد ما اتشقلبت خالص. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك في الفيديو وتشترك في قناة أنيموجي بالعربي وتفعل زر الجرس علشان الملخصات اللي جاية ما تفوتكش. أشوفكم قريب. If you leave, baby, let me down slowly, let me down.